معلش بس بما انك هتاكل ممكن قبل ما تاكل تسمي عشان الشيطان اللي هو انا ما ياكلش معاك. وانت مالك انت اصلا، اسمي ولا ما اسميش ده حاجه ترجع لي. ايوه ما انت لو بتاكل من بافالو ولا بتاكل بيتزا هقول ماشي، انما انت بتاكل ملوخيه. لا لحظه 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 بس، مالها الملوخيه يا ملعون انت؟ مالها الملوخيه يعني؟ مالها الملوخيه؟ اكله ارانب، اكله ارانب يابا الملوخيه دي. ايه انا اكل ارانب؟ طب بالله عليك ما انت مسمي، خليه ياكل ملوخيه زي الارنب كده. الملوخيه خط احمر، ما بحبش حد يغلط في الملوخيه. هتعمل ايه يعني؟ لا هعمل كتير. شايف ده؟ بسم الله. يا عم انت مين فينا الشيطان، انا ولا انت؟ أعزائي المشاهدين أهلا بكم في دكتور بوتر مع هاني شاكر. بفكركم إن في حلقة جديدة كل يوم حد الساعة 7، فلو أنت جديد في القناة فاتأكد إن أنت عامل اشتراك ومفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. تخيل معايا كده قاعد تتعشى في أمان الله، خدت لك معلقتين رز على معلقتين شوربه على معلقتين سلطه، وبيعدي لحظتين صمت كده على ما تستوعب الصدمه وتفاجئ ان الحاجه بدل ما تقطع قرن فلفل على السلطه قطعت قرن شطه. طبعا دلوقتي بقى انت في حريقه ببقك، عينك بتدمع، وشك احمر وعمال تعطس وما انتش طايق نفسك اساسا. بس السؤال هنا بقى، ازاي اول ما اكل شطه بحس نفس الاحساس ان كلت حاجه سخنه نار، مع ان الشطه اللي كانت في السلطه اصلا لسه طالعه من الثلاجه؟ وبنفس الفكره ازاي اول ما باكل نعناع بحس ان واكل حاجه ساقعه اكن كلت ايس كريم مثلا، مع ان النعناع نفسه الراجل اللي انا شاريه منه سايبه في الشمس. خليني اقول لك ان الاحاسيس دي اصلا بتبقى في دماغك انت بس، لكن هي اساسا مش موجوده في الحقيقه، والموضوع اصلا كله خدعه مخنا بيضحك عليه فيها. بس السؤال بقى ازاي ده بيحصل؟ مبدئيا كده لازم تعرف ان درجه حراره الجسم الطبيعيه من 36.5 ل 37.5 درجه مئويه. اي تغير بقى في درجه الحراره دي سواء بالزياده او بالنقصان مهما كان صغير بيأثر على جسمك اصلا بشكل كبير. يعني مثلا لو تخيلنا ان درجه حرارتك زادت حاجه بسيطه خالص، زادت درجه ونص بس وبقت 39 درجه مئويه، هتلاقي جسمك بدأ يحمر، بدأت تعرق جدا، دقات قلبك بتزيد، في مشاكل في التنفس، كل ده واحنا بنتكلم في زياده درجه ونص بس. تخيل الكلام اللي انا بقوله لك ده من زياده درجه ونص بس، تخيل بقى لما تعلى فالمشاكل كمان بتعلى، فايه اللي هيحصل لك؟ يعني مثلا لو درجه الحراره وصلت 42 درجه مئويه هنا انسجه المخ بتبدا تتدمر، لو وصل بقى 43 فهو غالبا بيكون مات. انت متخيل ان فرق 5 أو 6 درجات زياده في درجه حراره جسمك كفيله انها تموتك؟ كذلك برضو لو درجه الحراره قلت، يعني مثلا لو قلت 3 درجات وبقت 34 درجه مئويه، هتلاقي نفسك بقى بترتعش، مش قادر تحرك صوابعك، وساعات ممكن مش قادر تحرك اطرافك اصلا، في مشاكل في التنفس، وكل ما درجه الحراره تقل اكتر المشاكل بتزيد لغايه لو وصلت 26 درجه مئويه فهنا الانسان بيموت. وهنا عشان جسمنا يفضل عايش ومخنا يفضل محافظ على نفسه فلازم يحط حد لاي تغيير في درجه الحراره مهما كان بسيط ويضمن انه تحت السيطره. واحده من اكبر الحاجات اللي بتخلي درجه حراره جسمنا يتغير هي الاكل اللي احنا بناكله، وهنا بقى يجي دور اللسان كوسيله من وسائل حمايه الجسم ضد التغيير في درجه الحراره. يعني اللسان بيكون عليه حاجه اسمها ريسبتورز او بروتينات اسمها TRPV1. البروتينات دي بتشتغل كده زي حساسات للحراره. البروتينات دي بتبدا تنشط وتشتغل اول ما بتاكل حاجه سخنه. يعني انت دلوقتي اكلت حاجه سخنه خلاص، هي تلقط ان في حاجه سخنه دخلت الفم، تقوم بقى بعت رسائل للمخ الحق ده في حاجات سخنه داخله الجسم وهتزود درجه الحراره. يقوم المخ بقى واخد احتياطاته ويبعت رسائل لباقي الجسم ان هم يحاولوا يقللوا درجه الحراره. ومن اكتر الحاجات اللي بنتخلص بها من درجه الحراره الزايده هي العرق، عشان كده بتلاقي نفسك بتعرق كتير لو انت في الصيف او لو انت بتاكل حاجه سخنه. كمان الجسم بيزود ضخ الدم للجلد لان الدم ده كده كده ساخن، فمجرد ما الدم اللي رايح للجلد يزيد فمساحه السطح المعرضه من الدم للهواء بتزيد، فبالتالي درجه الحراره بتقل. يعني موضوع فيزيائي شويه. طبعا انت دلوقتي بقى هتقول لي والله يعني كلام جميل يا عم بوتر والله وشكرا على المعلومات المفيده دي، بس الشطه اللي كانت في السلطه اللي انا واكلها اساسا طالعه من الثلاجه يعني ساقعه مش سخنه. بص يا سيدي، الماده الفعاله في الشطه حاجه اسمها كابسايسين. كابسايسين دي بقى اول ما بتدخل بقك عندها القدره ان هي تخدع الحساسات بتاعه درجه الحراره وتخليها بدل ما تلقطها ان هي ماده عاديه عادي داخله الجسم، لا دي ارتفاع في درجه الحراره. طبعا بقى الحساسات تبدا شغلها، تبعت رسائل للمخ، المخ يبعت رسائل لباقي الجسم، حضرتك تعرق، وشك يحمر، قاعد تعطس، عينك بتدمع. كمان الحساسات بتاعه درجه الحراره موجوده في معظم جسمنا، وده بيفسر الاعراض التانية اللي بتحصل لبعض الناس لما بياكلوا شطه. يعني مثلا لو هنتكلم على حاجه زي الGIT اللي هي القناه الهضميه، برضه فيها حساسات لدرجه الحراره، فبالتالي بتلقط الشطه على ان هي ارتفاع في درجه الحراره، تبعت رسائل للمخ، المخ بقى يبعت لها يقول لها ان هي لازم تزود السوائل والافرازات بتاعتها عشان تعرف تخرج الماده دي من الجسم بسرعه، فتقوم القناه الهضميه بقى تزود الافرازات الهضميه
اليوميه بتاعتها، فالسوائل بقت كتير بقى في البطن، فده بيفسر الاحساس بالحموضه او بالاسهال عند بعض الناس لما بياكلوا شطه. طبعا بقى دلوقتي انت المفروض فهمت ليه لما بتاكل شطه وتروح تعمل زي الناس بيبقى فيه حرقان، فمش محتاج اوضح ولا اوضح. هنا بقى بيظهر واحدة من المفارقات العجيبة جدا واللي حيرتني انا شخصيا فترة طويلة بصراحة. ليه بنلاقي ناس بتموت من اكل الشطة ومع ذلك بتموت في اكل الشطة؟ فهجناس تم الجملة اللي فاتت دي، خلي بالك. عارف لما بتجري فترة طويلة او بتلعب تمارين رياضية، مش بعدها كده بتحس بقى شعور راحة كده اللي هو في انجاز كده وسعادة كده؟ ده بسبب هرمونات الجسم بيفرزها اسمها اندورفينز. الاندورفينز دي حاجة كده زي المورفين، بس الفرق ان هي طبيعية، جسمنا اللي بيصنعها. وطبعا طالما هي شكل المورفين فاكيد ما بتخليناش نحس بالالم، واكيد بتخلينا نحس بالسعاده. وهنا تيجي التركايه بقى، لما بتبذل مجهود فتره طويله او يبقى في الم عموما في جسمك، فجسمك بيفرز الاندورفينز دي عشان يسكن الالم اللي في جسمك ويخليك ما تحسش بالالم. فبالتالي لما انا باكل شطه جسمنا بيفرز الاندورفينز دي بناء على الالم اللي انا بحسه من ارتفاع درجه الحراره اللي هي ما بتحصلش اصلا، وده عشان يهدي الالم اللي انا بحسه لما باكل شطه. وهنا بقى بيبدا يشتغل تاثير الاندورفينز الثاني اللي هو الاحساس بالسعاده. فبالتالي انت لما بتاكل شطه بعدها بشويه انت بتبقى سعيد عشان خلاص جسمك طلع الاندورفينز دي. فهنا تلاقي الشخص هو فاكر ان هو بيحب الشطه عشان بيحب ياكل الشطه، بس الحقيقه هو ادمن الاحساس بالسعاده اللي بيحسه بعد ما ياكل الشطه. عشان كده تلاقي الواحد لسه طالع من زيزو ولا الزعيم واكل طبق كشري قد كده وحاطط عليه بتاعه الشطه كلها وطالع وشه زي البدر منور كده. نفس الفكره بقى بالظبط بتحصل مع النعناع. النعناع الماده الفعاله فيه حاجه اسمها منثول. المنثول ده بيعمل بالظبط نفس الماده الفعاله اللي في الشطه بتعمله، بس الفرق ان هو بدل ما بينشط حساسات درجه الحراره العاليه بينشط الحساسات بتاعه درجه الحراره المنخفضه. فبالتالي احنا بنحس ان احنا واكلين ايس كريم مثلا او اي حاجه ساقعه عموما. عارفين يا جماعه انتوا لو كنتوا دخلتوا صيدله وشفتوا شكل الكابسايسين والمنثول دول على حقيقتهم، يعني غالبا كنتوا هتشيلوا عقاقير. في النهايه لو انت بتتفرج من على الفيس فما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب فاشترك في القناه وفعل الجرس. يعني مش حوار، والله ما حوار. واخر حاجه يعني بجد حابب اقول شكرا لكل واحد دعم القناه وكل واحد بيتفرج على الفيديوهات لاخرها وكل واحد يعني دعمني حتى لو بكلمه بجد. فالحمد لله قربنا على 10000 مشترك، وده في وقت اقل بكتير من اللي انا كنت متخيله. فيعني انا بشكركم جدا جدا جدا، فشكرا. يلا اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.